مرحب بكم في قناة المتواضعة. النهاردة هنعمل لكم طريقة الناجتس بالفراخ. الناجتس ده بيحير الناس كلها وبيحبوا أطفال وكبار وبيشتروه بسعر غالي جدا. النهاردة هنعمله موفر من البيت. أول حاجة أنا معايا هنا البطاطس وفراخ، صدور فراخ بانيه وفرمتها كويس، ومعايا بطاطس هنا كمان مسلوقة وهرساها. ودي البهارات بتاعتي: معلقة بابريكا، على معلقة كركم، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة بودرة ثوم، بودرة بصل، وكمون وملح. طبعا انا فرمت صدور البانيه او صدور الفراخ معايا كده حوالي كيلو الا ربع، مع نص كيلو بطاطس مسلوقة، وبقلبهم كل المكونات معايا. لو عندك مرقة دجاج بودرة ممكن تحطي منها معلقة صغيرة، ما عندكش ممكن تجيبي بمرقة دجاج من اللي هي العادية وتحطيها، ورشة بيكنج باودر، ونقلبهم في بعض. واحسن حاجة ان انتي تفرميها تاني او تقلبيها كويس لو هي مفرومة كويس. بعد كده بكورها او بعمل اشكال اللي انتي حباها. معايا هنا طبعا البيض ودقيق، وده اهم حاجة في الناجتس بتاعنا زي بتوع المطاعم بالظبط. اللي هيجرب الوصفة دي بنفس الطريقة بتاعتي مش هيبطل يعملها في البيت. احنا كده هنقطع على بتوع المطاعم. دلوقتي الوصفة دي اهم حاجة فيها الكورن فليكس. الكورن فليكس ده يا حبايبي اول اللي بيخلي الناجتس معاكي مقرمش ونفس الطريقة بتاعت المطاعم الكبيرة. شوفوا، انا طبعا هو بيجي، انت ممكن تجيبيه فرط من عند العطار، او انا طبعا ما لقيتش، جبت اللي هو الجاهز اللي في المحلات. وعملته في الكبة، خليته ناعم معايا بالشكل ده، ما تنعمهوش قوي. طبعا بشكلها بقى بالشكل ده كده، وبحطها في بياض البيض، واحطها في الدقيق، وبعدين بياض البيض، وبعدين الكورن فليكس. بتديله ريحة غير طبيعية، جميلة جميلة جميلة. كل اللي دقوها يعني اتجننوا بصراحة على طعمها، وموفر معاك. طبعا هو عمل لي كتير غير اللي انا، معلش يا بنات بقى ان انا بعمل بايديا وكده، النبي عربي يا بنات. طبعا هي فرطت معايا كتير جدا، عملت معايا اكتر من 2 كيلو ونص. طبعا انا عملت منها للاكل، والباقي خزنته في الفريزر. هي حلوه لما يكون عندك ضيف، بتطلعي منها في اي وقت. وطبعا بعد العمل دي بتقليها في الزيت، تحفه. شوفوا الكميه كمان اللي انا خزنتها، جميل، والريحه روعه روعه روعه، مفيش احسن من كده. جربوا الوصفه بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم. واهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناه علشان كل يوم انزل لكم جديد. ده ناجتس ولا مش ناجتس بقى يا متعلمين بتوع المدارس؟ اوعى تنسوا اللايك عشان تشجعوني انزل لكم، وتستنوني في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.